السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني. النهارده هتعملي ايه معانا يا ام احمد؟ النهارده معايا كيلو ونص من اللحمه، كيلو ونص لحمه طازه والله. ومعايا هنا ايه، عرقوب كسرينه حلو كده. ان شاء الله كده نعمل ايه، هنشوحه ويلا نشوف هنعمل ايه سوا. انا حاطه الحله هنا على النار زي ما انتوا عارفين طبعا. انا بحب اشوح اللحمه او الفراخ او البط. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل ايه، هننزل بالطماطمايه كده زي ما انتوا عارفين طبعا، والبصله نعملها كده ايه مكعبات، بصلتين حلوين كده لان اللحمه طبعا بتحب البصل عشان الشرب. وقرن واحد بس ايه فلفل. وهننزل كمان بشويه ورق لورا وشويه قرفه. وهننزل كمان بشويه فلفل اسمر. والملح. بس كده بس كده. انا بحب ان انا اشوح اللحمه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. في ناس بتغلي لها ميه، انا بحب اشوح اللحمه. هغطي عليها بقى ايه لما تاخد الصدمه الجميله بتاعتها، على ما وبهغلي لها ميه، وبعد كده ايه هنزل عليها الميه المغليه. انا كنت ولعت على الرز ابو شعريه، عامله شويه رز بشعريه لان انا مش عامله الطبيخ ولا عامله حاجه، لان انا عندي كوسه من امبارح فانا ما رمتهاش، انا سايباها لانها كويسه وما حمضتش. فعملت النهارده لحمه ورز وشعريه بس. فانا هنشوف الرز دلوقتي نشف من الميه ولا يتشرب ولا لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشقه كده مع بعض اهو كده. طبعا انا بعمل معاكم رز على طول فعشان كده ما صورتش معايا. انا هغطيها بس اما اشوف اللي عندي طبق رز من امبارح برضه انا عيناه برضه ما برميهوش، لان حرام الرز غالي وكل حاجه غاليه. هجيب الرز دلوقتي انا عيناه في التلاجة من امبارح، هجيبه دلوقتي نشوف هنعمل ايه. الرز ده انا عيناه من امبارح في التلاجة ما رضيتش ارميه. هتعملي في ايه دلوقتي يا ام احمد؟ هحطه يتردد تاني مع الرز اللي لسه ناشف من الميه دلوقتي كده اهو. هنزله كده، هو رز بشعريه برضه هحطه على الوش كده يترد. حرام الرز غالي وخساره ان احنا نرمي اي رز. تعالوا معانا اما نشوف اللحمه راحت فين وجت منين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللحمه الشوربه بتاعتها رايقه وجميله هي، لان في ناس قالوا لي ان انت بتشوحي اللحمه كده بتبقى الشوربه بتاعتها سمرا. الشوربه بتاعتها رايقه وجميله جدا اهي، لو هي باينه يعني او واضحه اهي. شايفين والله العظيم اما بشوحها بتبقى شوربتها بصراحه جميله ولذيذه جدا وطعمها جميل جدا. اللحمه خشه على سوا هي، وبسم الله ما شاء الله ما اقولكوش على ريحتها وعلى جمالها بصراحه. دلوقتي اللحمه استوت زي ما انا قايله لكم، وهنبدا نغرف اهو. اللحمه رايقه وجميله، بتاع الشوربه رايقه وجميله هي، لان في ناس بيقولوا لي اللحمه اللي بتتشوح بتبقى الشوربه بتاعتها مش رايقه، الشوربه جميله.
دي العرقوب اللي انا قايله لكم عليه. العرقوب دون بجيبه من عند بتاع اللحمه، لو كبير بجيبه ب20 جنيه، لو صغير بجيبه بتاع 15 جنيه ولا حاجه. انا كان جوزي جايب دي ب15 جنيه، لكن اللحمه طبعا انتوا عارفين ما شاء الله ضربه في العالي. اللحمه بقت ب170 جنيه. شايفين دي لما تيجوا تجيبوا العرقوب دول يبقى خلي الجزار يشقهولكوا الشقه دي كده، عشان بيبقى ينزل السمنه في الشوربه، بتبقى الشوربه زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت قايله لكم طبعا اللي انا عندي كوسه بقى من امبارح ورز باقي من امبارح. طبعا سخنت الرز مع الرز والكوسه طبعا اهي كده. طبعا وصلنا للشكل الجميل ده. هي اكله بسيطه وسهله يعني في الطبخ وكده، ما هياش صعبه ولا حاجه. شايفين اللحمه مستويه وجميله اهي، بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معانا وبالف هنا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكم تاني بفيديو جامد.